أن الناس لا يزالوا بخير ما دام عندهم حاكم يسمع له ويطاع في غير معصية الله، وعالم يسمع لكلامه في دين الله، وكبار في السن قد علمتهم التجارب. إذا كان هؤلاء الثلاثة موجودين فالخير موجود بإذن الله. ولذلك أهل الشر وأهل الفكر المنحرف عبر الأزمان يركزون على هذه الثلاثة، على هدمها. فأول يطعنون في الحكام ويكذبون عليهم ويصغرون ويكبرون الصغير ويزورون الحقائق. والأمر الثاني الطعن في العلماء حتى تذهب هيبة العلماء، وإذا ذهبت هيبة العلماء وهيبة الحكام انفتح باب الشر وانهمل السيل من الشرور والفتن. والأمر الثالث إسقاط الثقة في كبار السن. هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء دينهم دون حكامهم، هؤلاء أهل منكرات، هؤلاء كذا، حتى يصبح الشاب حتى ما يحترم أباه